شايفين العلبة دي؟ العلبة دي يا جماعة مش جاهزة، الملبن ده مش جاهز، الملبن ده معمول في البيت، والوصفة اليوم يعني ضرب نار، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شايفين؟ أحلى من الجاهز ب100 مرة. الوصفة دي وصفة الشيف محمد جمال، بحب أشكره جدا، ربنا يكرمه يا رب. ما شاء الله وصفة ناجحة جدا. حطينا كوبايتين سكر وكوبايتين من المية، حطيناهم يغلوا على النار، وهنبدأ ناخد من الجيلاتين، هنجيب طبعا جيلاتين نباتي من العطار، 3 معالق كبار، هندوبهم في كوباية مية بالشكل ده. هنروح بقى على المية والسكر اللي غلوا كويس جدا، وبدأنا ان احنا نحط الجيلاتين مع التقليب المستمر. هنزل بقى هنا بعسل الجلوكوز، حوالي معلقتين من يعني كبار كده من العسل الجلوكوز، وهنزل بعصرة ليمون. هسيبهم بقى على النار لما القوام يبتدي يغلي معايا، على نار يعني تكون هادية شوية. بدأت ان انا اخد كوباية وربع من النشا على كوباية مية بالشكل ده، وهبدأ ان انا امسك بقى المضرب او امسك سباتولا، وهبدأ ان انا اقلب بالشكل ده، هحط بايد واقلب بايد، وايدي ما تتشلش. تمام، ايدي ما تتشلش من الاناء بتاعي علشان ما يكلكعش معايا. هنزل بقى بكوبايه من السكر، واحده واحده هيك كده، اللي انا حطيت هنا 3/4 كوبايه، ما حبيتش ان يكون مسكر زياده عن اللزوم. واحده واحده كده مع التقليب، كل ما احط شويه هقلب بالشكل ده. هيبتدي يتقل معايا طبعا، هو كده يعني مش خلاص الوصفه خلصت، لا لسه بدري. هحط كوبايه صغيره او فنجان من ماء الزهر او ماء الورد، بس ريحته تكون قويه شويه. هسيبه بقى على النار لما يتقل معايا جدا بالشكل ده. شايفين؟ كوبايه بقى ميه ساقعه، حطيت هنا انا يعني فيها تلج كده علشان اشوف القوام عامل ازاي، لسه بيلزق شويه كده، اللي هو لسه طري شويه. حطيته على النار وبدات ان انا على نار هاديه. حطيت كده صينيه البايركس بتاعتي او صينيه ألمونيا، اي صينيه عندي، دهنتها زيت، وهبدأ ان انا يعني اغلفها كده بالنشا، كمية كويسة جدا من النشا بالشكل ده. طبعا القوام هنا شايفين تقل جدا جدا معايا، قعد معايا ساعة على النار، ساعة كاملة على النار مع التقليب طبعا. تمام، نزلته بقى هنا في الصينية، وبدأت ان انا اساوي القوام بتاعي كده بالشكل ده، بس بسرعة جدا علشان بيتقل معايا وابتدي يتماسك، وانا مش عايزاه يعني شكله كده منحكش ومش حلو يعني. تمام، بدأت ان انا وهو طري كده هبدأ اسويه بالشكل ده لان بيجمد بسرعة. هنزل بقى هنا برشة محترمة كده من النشا، رشة قوية وكتيرة جدا جدا علشان اعرف اقطعه كويس ويبقى متماسك معايا. حطيته بقى في التلاجة ساعتين 3 بالشكل ده. انا سبته صراحة من بالليل للصبح، انتوا عايزين مستعجلين عليه بتحطوه في التلاجة بيطلع برضو متماسك عادي بعد 3 ساعات. بدأت اقطعه بقى بالشكل ده، قطع صغيرة، عايزة تقطعيه قطع كبيرة، عايزة تحطي مكسرات وهو على النار كده ولسه طري، تحطي عين جمل وحاجات زي كده، هيبقى جميل جدا جدا. انا هنا عملته سادة بالشكل ده، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده ولا اروع.